وزارة الدفاع الوطني بلاغ عسكري رقم 21. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم. تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مستهدفة جحور قوات الاحتلال خلف جدران الذل والعار، وقد شهد يوم أمس ونهار هذا اليوم قصف عدة قواعد للعدو تحول أغلبها إلى ركام بفعل القصف العنيف والمتواصل. وخلال يوم أمس قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات العدو المتخندقة في المواقع التالية: قصف عنيف استهدف مواقع العدو في منطقة مدقن بقطاع البقاري. قصف مركز استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة الفاعيين بقطاع الفرسية. قصف عنيف استهدف مواقع العدو في منطقة القصيبيين بقطاع الفرسية. ونهار هذا اليوم قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مواقع وتخندقات العدو التالية: قصف عنيف استهدف تخندقات العدو المتمركزة في منطقة قلب النص بقطاع أوسرد. قصف مركز استهدف جنود الاحتلال المغربية في منطقة مدقن بقطاع البقاري. قصف عنيف استهدف مواقع العدو في منطقة تنو الشاد بقطاع المحبس. وتستمر هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد مكبدة قوات الاحتلال المغربية خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، وبالبندقية ننال الحرية.